وعايز اقول لكل اب وام، شوف ابنك بيعمل ايه على المواقع، بيشتم اسياده، تاني بيقول بيشتم اسياده، مره يشتم الجيش، مره يشتم القضاء، ومره مش عارف يشتم مين، هو مين اصلا؟ عيل صايع. وقول له ايه السيسي من فضلك الغي الفيسبوك ده، الغي الكلام الفارغ ده، الغي بجد عشان تسيب قدام ربنا عن البكابورت اللي ضارب في البلد اسمه فيسبوك وشتيمه وقله ادب. زي ما قلت سيادتك قبل كده سياده الريس، مسلسلات رمضان الشهر الكريم مسؤوليتك، هتسأل قدام ربنا عن كل واحده لا مؤاخذه قالت حرف بذيء في مسلسل، او الست اللي خانت جوزها في مسلسل، او اللي مش عارف قتل مين في مسلسل. واقسم بالله يا سيسي زي ما قلت لي قبل كده، الاخوان المسلمين ظلموك وهتصل انت وهم قدام ربنا. انا بقول لك هتصل قدام ربنا عن وسخات محمد رمضان اللي احنا شفناها، وبلطجه محمد رمضان اللي احنا شفناها في التلفزيون، ومش عارف مين نجلاء خانت جوزها فين وده عمل ايه. مسؤوليتك، ما تخافش، الناس بتحبك والناس كلها معاك، وانا معاك وربنا معاك. نظف، طهر التلفزيونات، طهر الافلام، طهر الفيسبوك، طهر عشان بلدنا ترجع تاني بلد فيها كل اولياء الله الصالحين، سيدنا الحسين، سيدة زينب، سيد بدوي، سيدة نفيسة، سيدة عيشة، دول كلهم في مصر. فأنا في الآخر بقول للجمهور المحترم، وده بالملايين، سيبوكم من 1000 عيل بيشتموا على الفيسبوك ويقول لك احنا بنخاف على أصغر واحد حتى لو كان من العصابة الأجنبية اسمها الألتراس.